مين افضل باك رايت في مصر الفتره دي؟ حاليا مفيش كلام، هو عمرو جابر. اضحكتني يا رجل. ليه دايما الحرب او الكوره مش جوه الملعب، ليه بره الملعب؟ عشان خاطر ما يقدروش يعني يواجهوا نادي الزمالك في الملعب. في الملعب نادي الزمالك يعني رقم واحد على اي حد. مين دول؟ فاحنا نوقع نادي الزمالك ازاي؟ ما نفوقش نادي الزمالك، لا ده هيفوق نادي الزمالك كده وهياخد البطولات كلها. فاحنا نعمل اي حاجه عليه، ليه نتكلم عليهم اعلاميا، نفضل حكام تبقى ضد اللعيبه، اتحاد كوره يفضل ضد النادي. فعلى طول احنا بنتحارب من الحته دي على طول. ومن هنا نروح للسؤال الاهم، هم ليه بيعملوا كده؟ نظريا وعلميا ما لقيتش الا اجابه واحده، وهي فكره الاقليه واحساس اي اقليه في العالم بالظلم الدائم، وان الاكثريه دايما واخدين اكتر من حقوقهم وانهم مضطهدين والجميع ضدهم. اغلب الابحاث في الموضوع ده قالت ان الامر نفسي، وان اغلب مشاعر الظلم والمؤامرات هو توهم نفسي بحت.